القاهرة تقدم على اسم مصر. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. إعداد سهى عزمي. بحبها 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 وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وهي ملكة الأرض شرق وغرب. بحبها بحبها. أعزائي المستمعين، الأستاذ الدكتور ياسر ثابت استطاع في وقت قصير أن يكون لديه فوق أرفف المكتبة العربية أكثر من 30 مؤلف بين الأدب والسياسة والاجتماع والرياضة. في وقت قياسي أصبح الدكتور ياسر ثابت من الأسماء المعروفة في مجال الصحافة بفضل خبراته الواسعة ومهاراته المتعددة بين أبناء جيله. شارك في تأسيس عدد من التجارب الصحفية البارزة في كل من الأهرام المسائي والعالم اليوم. ومن أبرز مؤلفاته مصر قبل المونتاج، دين مصر، الصراع على مصر. وكان للبرنامج هذا اللقاء مع الدكتور ياسر ثابت. دكتور ياسر ثابت، عام جديد سعيد إن شاء الله. قدمت للمكتبة العربية أكثر من 30 كتابا في الأدب والسياسة والتاريخ والرياضة. كيف تنوعت أعمالك ما بين كل هذه المواضيع؟ الحقيقة أنه أهم شيء أثناء الكتابة أن يكون لديك مشروع واضح محدد، له رؤية واضحة تستطيع من خلالها أن تحقق ما تريد. من ناحية عامة أنا مهتم بالموسوعية، الفكر الموسوعي والكتابة الموسوعية والقراءة الموسوعية. لا يكون هناك تنوع إلا إن كانت هناك قراءة متنوعة ذات مشارب مختلفة وأفكار مختلفة من ثقافات متنوعة وبلغات مختلفة، حتى تكون لديك البذرة الرئيسية لكي تكتب. لا تكون هناك كتابة جيدة بدون قراءة جيدة. هذه هي المعادلة الأساسية. أما فكرة التنوع فالتنوع ينبع من مبدئين رئيسيين في ذهني. المبدأ الأول هو محاولة الكتابة عن الأشياء التي لم تنل حقها الحقيقي أو الصادق أو التام في المكتبة العربية من التناول والبحث والاستقصاء أو الكتابة. أعطيني مثالا من فضلك. يعني على سبيل المثال هناك دائما فراغات كبيرة وثقوب سوداء في سماء الموضوعات والكتابة العربية لم يتم التطرق إليها بشكل جيد، وهذا ما أبحث عنه. أنا لا أكتب إلا عما لم ينل من الكتابة حقه من الكتابة. على سبيل المثال كتبت عن قصة الثروة في مصر لأني وجدت أنه هناك غيابا أو تغييبا للكتابة عن الثروة وآليات اكتسابها ومن يكتسبها وكيفية إنفاقها في مجتمع المصري. فبدأت البحث عن هذا الموضوع، البحث عن القضايا التي أيضا لم تنل حقها من الكتابة مثل حروب كرة القدم. تكلمت عن علاقة كرة القدم بالسياسة والدين في مصر والعالم العربي. وأنت تكتب عن قصة الثروة في مصر، وده كان كتاب ضخم. هل وجدت في تفاصيلها الصغيرة ما نواجه به واقعنا الاقتصادي اليوم؟ بطبيعة الحال هناك دروس مهمة من الماضي يمكن أن نستفيد منها في الحاضر وأيضا في المستقبل. على سبيل المثال أنه لا يمكن أن نمر بقرية أو مدينة في ريفنا حتى إلا إن إذا وجدنا فيها من الأوقاف الخيرية أو المشروعات التي أنشأها أثرياء ذلك الزمان، أو مدرسة تبرع بإنشائها هذا الثري أو هذا الوجيه كما كان يقال في الزمن السابق. هناك مشروعات كثيرة قامت على أكتاف أثرياء قاموا بالتبرع من أجل أهل بلدهم، وهو المشروع الآن الذي يقام في دول كثيرة. فكرة أن يكون هناك دور واضح
للأثرياء في التنمية العامة والشعبية في مناطق مجهولة. هناك على سبيل المثال كان في قرى مصر من يقيمون أماكن لإطعام الفقراء في المدينة طوال العام زي التكايا بالمأكولات الخفيفة التي تسد رمق الجائع. على سبيل المثال يعني لا يبات جائع في مدينتي، يقول الثري لا يبات جائع في مدينتي، فيقيم مكانا يتبرع بالأشياء البسيطة، الحساء، الأطعمة الخفيفة التي تجعل الشخص يسد رمقه، وبالتالي يجعل من مدينته أو قريته مكانا على سبيل المثال يحفظ كرامة البشر المقيمين فيه. هذه الأفكار كان في مثلا مشروع القرش ده كان عشان صناعة طربوش محلي. كان في مثلا الأميرة فاطمة كان التبرع بالأرض وبالمجوهرات من أجل جامعة القاهرة. أكيد في مشروعات أخرى كان برضو لها أثر على نهضة المجتمع آنذاك. يعني المشروع إقامة جامعة القاهرة على الأرض بالتبرع من الأميرة فاطمة، أو من إقامة هذا المشروع وتبرعها بمجوهراتها حتى وليس الأرض من أجل إقامة هذا المشروع، يدل على أمرين بالغي الأهمية. أولا على فكرة التبرع من أجل مشروعات مهمة وطنية تخدم العامة من جانب المواطنين في مصر. النقطة الثانية عن دور المرأة، وخاصة من المرأة التي تملك سواء في العائلة المالكة أو في المرأة الثرية في المجتمع في ذلك الوقت. الدور المهم والإيجابي والمبادرات التي تحاول أن تقدم المساعدة في مشروعات عملاقة تحتاج إلى كل يد وكل مساعدة. لولا هذه المساعدات والتسهيلات والتبرعات، تخيلي سيدة تتبرع بمجوهراتها وبالعكس تبرعت بالأرض أيضا من أجل مشروع ضخم يحتاج إلى كل يد وكل مساعدة، تبرعت بها وسهلت إقامة الجامعة المصرية في ذلك الوقت، جامعة القاهرة، التي كانت مشروعا ضخما كبيرا يحتاج إلى هذه الدفعة القوية من المال. طلعت حرب وإنشاء بنك مصر والمشروعات التي أقامها هذا البنك، عايزة حضرتك تستفيد معايا في الكلام في هذا الشأن. يعني شخصية طلعت حرب من الشخصيات اللي فعلا ملهمة، لأنه بالفعل طلعت حرب قام بدور بالغ الأهمية في دفع فكرة إنشاء بنك وطني مصري على أرض مصر، خصوصا في تلك الفترة كانت هناك بنوك أجنبية وكانت لها شروطها المرهقة اقتصاديا للمواطنين، وبالتالي كان هناك حاجة إلى إنشاء بنك مصري. طلعت حرب هو صاحب الفكرة وصاحب المبادرة وصاحب الجهد الذي ساهم في إنشاء هذا البنك، والأهم من ذلك هو اهتمامه بأن يكون هذا البنك فعلا الدور الوطني المنشود في بلد مثل مصر. الرجل تحرك منذ البداية. أولا البنك لما أسس بنك مصر اهتم بعنصر بالغ الأهمية أن يمثل جميع فئات وطوائف المجتمع، فكرة التبرع، فكرة المساعدة. وبعد ذلك بعد ما أنشأ البنك اهتم أيضا بفكرة أن يكون هذا البنك قادرا على أن يساهم في مشروعات وطنية، من السينما إلى مصانع السكر إلى الاستوديوهات. يعني تخيلي أن المساهمة في إقامة وإنشاء صناعات، فكر ثاقب، فكر فيما ينقص مصر، فكر فيما تحتاجه مصر. دايما واحنا بنقرأ التاريخ أو بنكتب عنه بنستقرأ الحاضر والمستقبل من خلال بقى طلعت حرب. ازاي نفعل دور البنوك في إقامة نهضة اقتصادية حقيقية واحنا دلوقتي ما أحوجنا لذلك حاليا؟ أعتقد أن البنوك لابد أن تلعب دورا أكبر من مجرد الإيداع والادخار وكذا. الاستثمارات التي يجب أن تركز عليها البنوك في الوقت الحاضر هي الاستثمار في البشر، منح المزيد من القروض والمساعدات، ربما في المشروعات الصغيرة، المشروعات التي تهتم بالإنجازات، بالإضافة ذلك إلى تبني مشروعات قومية تستطيع من خلالها إنجاز شيء يقال إن هذه البنوك شاركت فيها. يعني احنا كنا بنتكلم قبل شوية عن طلعت حرب. انظري إلى قائمة مشروعات
طلعت حرب لتعرفي ما نريده الآن من المشروعات والبنوك المصرية. القائمة تدل بذاتها على هذا التفكير السليم في فكرة بناء ما يمكن أن يفيد المصريين. اهتمام بعدد من المشروعات التي لماذا لا تهتم مثلا على سبيل المثال البنوك بإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر، وهي صناعة فيها عشرات الآلاف من المواطنين على سبيل المثال. أنا أتكلم ليس مجرد أفراد. الاقتصادي المعروف طلعت حرب يعني رجل كان ابن العائلة من الريف، لكنه فكر فيما نحتاجه نحن في المشروعات الأساسية اللي مهمة للغاية واحتاجتها مصر، وفعلا قامت على أكتاف البنك الأهلي، البنك مصر عفوا. واهتمام بأنه فعلا أساس الرقي المطلوب هو توفير صناعات وإقامة اقتصاد قوي والتحريض على اقتصاد أو الحض على اقتصاد يستفيد من المال بشكل جيد ويستثمره في الوطن. وهذا هو الذي قام به طلعت حرب ورفاقه في تجربة بنك مصر تلك المرحلة. واعتقد ان البنوك الان مفروض ان تضع على طاولتها دراسة واضحة عن فكرة اقامة مشروعات مهمة تبقى فيما بعد بذكاء. الدارس لأحوال المجتمع بتلفت نظره دايما ظاهرة الكرة واهتمام الناس بيها. كان في كتاب اسمه مصر بتلعب، والأستاذ مصطفى بيومي برضو له كتاب حاليا في السوق اسمه الكرة بين الأدب والسياسة. هل استخدمت الدول الكرة من مجرد لعبة لأداة لإلهاء شعوبها؟ شوف، هو هناك ظاهرة عامة بشكل عام انه كلما ازداد الفقر عدد الدول ستجد انه هناك اهتماما اكبر بكرة القدم، كأن كرة القدم هي المنفذ الوحيد احيانا ربما لبرسم السعادة والابتسامة على وجوه يعني الناس بتنفس فيها. لانه هي احيانا تستخدم من جانب فعلا السلطات هنا وهناك والدول والانظمة من هنا وهناك على سبيل المثال لإلهاء الشعوب. وتجدي انه على سبيل المثال ايطاليا حصلت على كأس العالم عام 34 و 38 تحت حكم فاشي موسوليني، وكان هناك الاهتمام بكرة القدم، حتى تجدي في دول ديكتاتورية اهتمام بكرة القدم، فليست معيارا. انما المعيار الحقيقي انه هناك فعلا استخدامها حتى اثارة خلافات ومن الخلاف بسبب كرة القدم، لانه كرة القدم احيانا يساء استخدامها. ولا اقول ان هي كرة القدم لذاتها، هي لعبة شعبية مهمة، لكن هناك أنظمة تحاول أن تصف صورة فتجري زعمائها يتصدرون المشهد في الاستاد أو الملاعب أو كذا لمجرد إثارة أو كسب مزيد من الشعبية، وصارت أزمات فيما بعد. ولنا أمثلة كثيرة في حاضرنا وماضينا عن فكرة استخدام كرة القدم وتوظيفها سياسيا في خلافات وقضايا وصراعات مع دول. وهذه كانت أزمة، وللأسف الشديد أعتقد أنه لابد أن تكون الرياضة للرياضة ولا توظف للسياسة، وإلا وقع فيها ما وقع من أزمات وصراعات كنا أحوج أن احنا نتجنبها. هنعود تاني للثقافة. حضرتك أظن أن أنت ما تعدتش 50 من عمرك، واستطعت يعني واستطعت أن تصنع لنفسك قلما خاصا بك. ازاي قدرت تكتسب هذا التميز وهذا الثراء والتنوع؟ مهم للغاية انه الشخص يكون عنده اهتمامات واضحة بما يريد انجازه. مهم للغاية انه تكون انت مخلص ومحب وعاشق لما تريد ان تقدمه. ان لم تعشق ما تريد ان تقدمه لابد انك انت يصابك بالملل واليأس والفتور والشعور بخيبة الامل وكذا. انما عندما تكون يعني متخلصا من اوهام كثيرة ومن عقد كثيرة ولا تنجذب الى يعني المتشدقين او مثبطي الهمم وكذا، هتجد نفسك عندك مشروع واضح يتحرك الى الامام ولا يدور في دور. هناك ناس يدورون حول انفسهم، ودول الذين يدورون في دوائر لا يحققون شيئا، يجلسون على طاولاتهم في مقاهي سواء بقى هنا وهناك او يجلسون في مجالسهم الخاصه ويحاولون مصمصه الشفاه ولا ينجزون شيئا. مهم للغايه
انك تبدا اذا كنت تريد الكتابه انك انت تقرا الكتب الرصينه وتطلب المعرفه الحقيقيه مع فهم واستيعاب، وهذه هي اولى علامات بلوغ اي شخص او مجتمع سن الرشد الفكري والنضج. اما القراءه للحفظ والتلقين كانها نوع من يعني من القراءه الممله التي لا تكسب فهما عميقا. مهم للغايه انك تركز وانت تكتب وتركز بشده على ان يكون لديك هدف. انا شخصيا عندي مشروع كما قلت لك وقلت للمستمعين الكرام انه اهتمامي بانه الموضوعات التي لم تنل حقها من الدراسه والقراءه والكتابه، فكانت الفكره في ذهني البحث عن التاريخ المفقود. مثلا البحث عن التاريخ المفقود سواء الكتابه البحثيه او الابداعيه. اردت ان تكون كتاباتي التاريخيه وبحوثي عين واعيه في انتقائها وانتقادها. يعني اخترت ايضا في الكتابه الابداعيه استخدام لغه تعتمد المتعه، تبتكر الجديد، لا تستسلم للقبح السائد ولا للتفاهه الرائجه. الاعمال الادبيه الذهنيه ربما تثير سخط وربما ملل اجيال جديده، لكن وقد تقود ايضا الى فكره انه الابتعاد عنها، لكنها حتما عندما يكون هناك قارئ واعي وجاد ستحضه وتحرضه على التفكير. الكتابه فعل ليست رد فعل، منها الزائل الملاحق للاحداث، لكن ابقاها الذي يتسلل الجذور، البون الشاسع بين الاثنين. مهم للغايه ان تكون هناك كتابه جيده، كتابه جيده تقدم معلومات، تقدم شكل موثق ومدقق، تقدم فكرا جديدا، تملا فراغات في تاريخنا ومكتبتنا العربيه. يجب ان يكون لدينا في مكتبتنا العربيه نقص في كثير من الموضوعات والمصادر، ونلجا الى المصادر الاجنبيه على سبيل المثال، بينما بعض المصادر الاجنبيه تهتم اصلا بتاريخنا وبثقافتنا بشكل ممتاز. لابد ان نهتم اكثر وان يكون لدينا لغه جميله. احنا يعني امس كان احتفال اليوم العالمي للغه العربيه، اليوم العالمي للغه العربيه. اعتقد ان الاهتمام باللغه العربيه لابد ان يتصدر، ان نهتم فعلا باختيار وتذوق جماليات اللغه العربيه لانها قادره على ان تقدم اشياء جميله لو احسننا الاهتمام بها. اعتقد من المهم للغايه ان احنا نفهم كيف نستخدم اللغه ونتذوقها. اعتقد انه المصطفى صادق الرافعي كان له تعبير جميل للغايه، كان يقول فيه بما معناه: لست اتردد في القول ان سبب الضعف الذي طرأ على هذا اللسان، ويقصد اللسان العربي، انما هو في هذه العقول الضعيفه التي تقوم عليه اسوأ القيام. هذا هو المعنى الذي اقصده. اهتمامنا باللغه، اهتمامنا باكتشاف جماليات كثيره يجعلنا قادرين على ان نتجاوز حدود ما ندور فيه، ولا نجعل هناك قيود لافكارنا وكتاباتنا، وان نقدم الجديد ونؤرخ لما هو موجود لدينا. لانه عيب ان يكون عندنا في تاريخنا اشياء كثيره نفتقد معلومات عنها، سواء عن الحروب والحروب الكبرى، حرب 73 اكتوبر 73 او حرب يونيو 67 او اي ازمات او صراعات، ونكتشف اننا لا نملك المعلومات عنها وتغييب عن كتاباتنا. لابد ان نوثق هذه الاشياء للقادمين. الجبرتي فعل ذلك ايام الحمله الفرنسيه، فاكتشفنا انه اهم مصدر نستطيع ان نستعين به عندما نتكلم عن تاريخ مصر في تلك الفتره. الى هنا